النهاردة معادنا مع رحلة مجنونة وممتعة في عالم الحيوانات. فلو كنتم فاكرين انكم تعرفوا كل حاجة عنهم فاسمحوا لي اقول لكم انتم ما شفتوش حاجة، لاننا هنفاجئكم بمعلومات اغرب من الخيال. زي مثلا مين الحيوان اللي اسنانه ما بتقعش ابدا، ومين اكتر حيوان بيستحمل الجوع، ولو فاكر انه الجمل تبقى غلطان. وزي مثلا مين الحيوان اللي بينام وعينيه مفتوحة، ومعلومات تانية كتير هتعرفوها أول ما تنزلوا تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتعملوا متابعة لو مش عاملين، وتطلعوا تاني عشان نبدأ حلقتنا. السلام عليكم أعزائي المشاهدين، طيب الله أوقاتكم بكل خير أينما كنتم، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من سلسلتكم لمعلوماتك. طالما بنتكلم عن الحيوانات يبقى لازم نبدأ بالأسد ملك الغابة. وهو ملك الغابة بس طلع قلبه مش حديد ولا حاجة، لأنه بيخاف من النار. هتقولي وإيه يعني، ما كل الحيوانات بتخاف من النار. الجديد بقى إنه كمان بيخاف من الست وهي حائض. يعني ممكن تلاقيه بيجري من نار والعة أو من بنت داخلة عليه ومزاجها مش رايق. وحاجة كمان ما تعرفهاش عن الأسد، وهي إنه أقل الحيوانات شربا للمية، بيشرب مية أقل من قطة كسلانة. لو ماشي في حتة ضلمة ولقيت عين حيوان منورة، غالبا الحيوان ده هيبقى واحد من ثلاثة، يا إما أسد أو نمر أو قطة. وحتى التعابين بتبقى زيهم، عينيهم في الضلمة بتبقى ثابتة وما بتتحركش. تحسهم بيعملوا تحدي مين يرمش أقل. من أكتر الحيوانات اللي السينما ظلمته هو الخفاش، لأنها دايما حصراه في دور مصاص الدماء، لكنه في الحقيقة أم مثالية. أنثى الخفاش بتطير بولادها تحت جناحها وهي بترضعهم في نفس الوقت. ومن المفارقات الغريبة إن جناح الخفاش مفيهوش ريش، ده غير إن نظره ضعيف، لا بيعرف يشوف في الضلمة قوي ولا في النور قوي، نص نص كده، شبه اللي صاحي من النوم ومش شايف قدامه. أما التمساح بقى فهو صاحب شعار نحن نختلف عن الآخرين، لأن كل الحيوانات لما تيجي تاكل بتحرك فكها اللي تحت إلا صاحبنا التمساح. ده عنده نظام خاص بيه هو بس، بيحرك فكه اللي فوق. وكمان معدة التمساح بتهضم الحديد، وده مش مجازا، ده حرفيا، لأنها بتفرز حامض الهيدروكلوريك بكميات كبيرة، واللي بيخليها قادرة إنها تدوب الحديد وتهضم أي نوع أكل. وحاجة من الحاجات اللي أكيد ما تعرفهاش عن الجمل إنه مش بيعرق. والله صحيح جسمه فيه غدد عرقية بس مش بيستخدمها. بيقولك العرق بيضيع مية وأنا محتاج كل نقطة. عنده حق الصراحة، ما هو حيوان صحراوي. وبمناسبة الصحراء، فالجمل درجة حرارة جسمه بتوصل ل 40 درجة عشان يقدر يتكيف مع الصحراء اللي بيعيش فيها. كأن جسمه بيقولك أنا الصحراء نفسها يا معلم. كنت تعرف ان القرد ما بيعرفش يعوم؟ اللي بيتمرجح وبيتنطط طول اليوم ده لو اترمى في المية هيغرق. سبحان الله. واللي عكسه بقى النمر، عويم درجة أولى، بيعوم كأنه مولود في النيل، لدرجة انه بيغطس ويصطاد السمك من تحت المية. الفيل هتلاقيه تقيل في كل حاجة، حتى في دقات قلبه. قلبه بيدق 25 مرة بس في الدقيقة. بس العصفور ولا أكنه عامل حفلة في صدره، قلبه بيدق 1000 دقة في الدقيقة، تحسه داخل سبق وبيجري فيه لوحده. ولو كملنا بقى مع دقات القلب هنلاقي الحصان قلبه بيدق 50 دقة في الدقيقة، والغنم 70 دقة، والكلب 100، والأرنب 150. أما الفار فمن 250 ل 300 دقة في الدقيقة. مفيش كائن على ظهر كوكب الأرض بينافس الأرنب في الخلفة والتكاثر، لأن أنثى الأرنب بتقدر تحمل وهي عمرها 4 شهور بس، وبتقدر تخلف لحد 9 في البطن الواحدة، ومدة حملها ما بتعديش 31 يوم. واللي أغرب من كده إنها بتقدر تحمل مرة تانية بعد الخلفة مباشرة. يعني لو عايز تعمل مشروع وتكسب منه في أقل وقت، عليك وعلى الأرانب مباشرة. وصدقوا اللي شبهوا الست اللي بتخلف كتير بالأرنبة. ده غير بقى ان الارنب هو الكائن الوحيد اللي بينام وعينيه مفتوحة. خد عندك بقى شوية المعلومات دي على السريع. الضب والخنزير هي الكائنات الوحيدة اللي اسنانها مش بتقع مهما حصل. اكتر كائن على وجه الارض ممكن يصبر فترة طويلة على الجوع اكتر من اي حد هو التعبان، وبعديه الضب. الحصان هو الكائن الوحيد اللي ما عندوش طحال، واليمامة هي الكائن الوحيد اللي ما عندهاش مرارة. التعابين بتغير جلدها 3 أو 4 مرات في السنة. أوروبا هي الموطن الأصلي للأسود.
الزرافة ما عندهاش جهاز صوتي، لكن حاسة السمع عندها قوية جدا. وأعلى ضغط دم عند الحيوانات كلها هو ضغط دم الزرافة. قوة النظر عند الصقر بتعادل 8 أضعاف قوة النظر عند الإنسان. حاسة الشم عند الكلاب أقوى 1000 مرة تقريبا من حاسة الشم عند الإنسان. جسم القطة بيحتوي على أكتر من 500 عضلة و230 عظمة، وعندها تقريبا نفس عدد أسنان الإنسان، لأن أسنانها بتوصل ل 30 سنة. وأخيرا، جميع أنواع الدببة القطبية شولة، ومش بتستخدم إيدها اليمين أبدا، لا في الهجوم ولا في الدفاع. والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. وبس كده، دي كانت معلوماتنا النهاردة. يا ريت تقولوا لنا في الكومنتات ايه اكتر معلومة كانت غريبة جدا بالنسبة لكم وما كنتوش تعرفوها قبل كده، او ايه اكتر معلومة عجبتكم عموما. وفي النهاية بنفكركم لو عجبكم الفيديو ما تنسوش دعمونا باللايك والشير، وتقولوا لنا رأيكم في الكومنتات. كان معكم الإستوريادور، نستودعكم الله.